اليوم جبت لكم من الانواع ديال الكيكات ولا التورتات الراقيين الرائعين ديال الشوكولات. صراحه شي حاجه واعره بنينه وخفيفه وسهله في الطريقه ديال التحضير، في مكونات بساطين، كتجي رائعه. وجدوها الضياف ديالكم، يعني شي حاجه اللي تجي ولا اروع. ديك درتها في القالب ديال المول العجيب، كنعمروها بديك لاصوص ديال الشوكولات. صراحه شي حاجه اللي كتجي واو ولا اروع. البنات، نتمنى اللي شاف هذا الفيديو الله يحفظكم، دعموني باللايك والاشتراك، الله يحفظكم، باش نتقاسموا مع بعضياتنا هاد النوع ديال التورتات الصراحه اللي كيجيو رائعين، وخصوصا اللي كيعشقوا ولا اللي كيبغيو الشوكولات. هنا غندوزو طريقه التحضير مع المقادير. اول حاجه نديرو الكيك في الفران. غندير هنايا 2 بيضات كيف ما شفتوا معايا متوسطين. الا كانوا كبار 2، كانوا متوسطين ولا صغار 3. انا عندي هنا متوسطين، درت 3. غندير كاس قل 4 ديال السكر، ما نكثرش فيها السكر لانها هذا كيما شفتوا معايا ماشي كاس العنبه، غير كاس ديال الشاي، لان من بعد غنديروا فيها لاصوص الشوكولات غتجينا حلوه بزاف. غندير واحد القبيصه ديال الملحه، دائما كنديرها في الطورطات ديالي باش كيعطيهم واحد التوازن ديال المذاق، ولا البنه ما كتجيش ديك الحلاوه اللي كتدوخ. غندير كاس ديال الزيت كما كتشوفوا معايا، كنعبر فقط بكاس ديال الشاي. صافي هنا غنطرب بالطرب كهربائي. غندير الكاكاو، واحد 2 معالق كبارين عامرين. الا كانوا 3 ديروا، الا كانوا صغار ديروا 3 المعالق. هنايا الكاكاو يكون من الاحسن النوع يكون جيد، ولا يعني ديال الكواليتا ولا ديال الكاليتي، باش هاد الطورطه تجينا فيها واحد النكهه كتجي رائعه فاش كيكون الكاكاو، يعني النكهه ديالو زوينه، وكيكون ديال الكاليتي ولا كواليتا. هنا ديك 2 معالق كبار ديال الكاكاو. وغندير الخماره ديال الحلوى، عندي هنا ديال 16 غرام، فيها النكهه الفاني. راه كتواتى الفاني، كيتواتى مع اي حاجه. صافي هنا غندوزو للدقيق، كيبقى على حسب الخليط الكميه اللي عندنا. نقصنا البيض ولا زدنا الزيت قداش ما نزيدو في السوائل غنزيدو في الدقيق، كيبقى على حسب النوعيه، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. صافي هنا غندير واحد 2 ديال الكيسان. شفتوا معايا غربلتهم في الاول. غندير الثالث، هذوما الكيسان ديال الشاي. الا كانوا كاس العنبه 2 فقط، كنديرهم على دفوعات وكنغربلهم بحال هكا. صافي هنايا غنخلطوا. من الاحسن نخلطوا غير بالفوي، لان فاش كنطربوا البيض مع السكر كنحتاجوا لديك طرب كهربائي باش يسهل علينا الخدمه. دابا نطربوه بالفوي فقط حتى يندمج مزيان. شوف على خليط كيجي رائع. فاش كنطلقوا ديك السلك كيبقى هكا متابع، يعني ما كتقطاش. نعرفوا بان العجينه ديالنا ديال الكيك ناجحه 100%. صافي هنا ان شاء الله غندوزو نديروه في واحد البول، المول ديال الكيك ولا القالب ديال الكيك. صافي نجمعها هنايا مع الجناب باش ما نضيعوا حتى شي حاجه، يعني كلشي يدخل لنا فيها. صافي هذا القالب ولا هذا المول العجيب صراحه انا كندهنو فقط بالزبده، ما كندير له لا دقيق، ما كندير له حتى شي حاجه، كينزل لي بكل سهوله. فاش كندهنوه بالزبده ما كنحتاجوش نديروا له الدقيق. صافي واحد القبيصه هكا ديال الزبده كيف كنخرجها من الثلاجه كندهن بها باش كتبقى بحال اللي لاصقه، كتشد مزيان على القالب ديالنا ديال الكيك. كننزل هنايا ديك العجين ديالي بكل سهوله. والصراحه هاد الانواع ديال الكيك ديال الشوكولات، وخصوصا الا كان الكاكاو والشوكولاته نوعيه جيده، كيجي رائع، كيجي ولا اروع. صافي هنايا غنخشيه في الفران 160 درجه فقط نص ساعه حتى ل 45 دقيقه. غنحيد ديك الفقاعات هكا بديك الكوردون ولا بديك العود ديال السنان، كنحيد ديك الفقاعات باش تجيني الكيكه ديالي مزيانه. صافي كيف ما قلت، من الاحسن الكيك دائما كنطيبو على نار مهيله باش كيطيب من الداخل وكيتهوى وكيطلع من الفوق كيجينا ناجح 100%. صافي هنا فقط 40 دقيقه انايا، يعني حتى كنطابط. راه دغيا فيها الكاكاو وردوا البال معاها، ما خصناش تحرق لنا اي حاجه فيها الكاكاو، كطيب قبل من هذيك الكيك اللي يكون عندنا عادي. صافي انا غنقلبها في هذا الطبق ولا في هذا الطبسيل ديال التقديم. صافي هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش كتحيد بكل سهوله. هانتي يعني ساهله، لان ديك فقط دهنتها بالزبده كتجي سهله في التحييد، ولا في يعني كتفك ولا كتزول بسهوله. صافي هنا ديك الفراغ ان شاء الله غندوزو نديرو لاصوص اللي غنديروها في ديك الفراغ ديال الكيك ديالنا. والكيكه ضروري غنسقيوها، اما سقيوها بالسيرو واما ديروا لها الحليب، المهم سقيوها، واما ديروا لها الكاكاو طربوه واحد شويه مع الماء ولا القهوه سريعه الذوبان وسقيوه. المهم كتبقى على حسب الرغبه ولا اللي كيبغي شي نكهه يديرها. هنا درت واحد الكاس ديال الحليب كي شفتوا معايا عامر، حتى الكاس ونص ديرو. غندير واحد الساشي ديال فلو كراميل،
هذا الصراحه كيجي رائع في لاصوص ديال الشوكولاته. جربوها البنات. هذاك اللي كنديروا به يعني الفلو الصراحه حنايا هنا سميتو البودينو، كنلقاوه متوفر ديال الكراميل. صافي هنا غنغربلو. هذا راه فيه السكر ناضي يعني حلو. هنا غنزيد عليه واحد 2 معالق ديال الكاكاو. الكاكاو هذا زوين الصراحه ديال الكاليتي، كيف ما قلت استعملوا كاكاو زوين باش تجيكم هاد لاصوص زوينه. وعموما الطرطه كتجي زوينه. صافي هنايا غنغربل ديك الكاكاو ديالي. ضروري من هاد العمليه ديال التغربيل، لان باش الكاكاو ديالنا ما كيبقالناش ديك الحبيبات هكا ما كيبغيوش يذوبوا، كيبقاو بحال الحجيرات ولا لي كرومي لي كرومي كيبقاو يعني في لاصوص ديالنا. ضروري نغربلوه مزيان الكاكاو وعندك والنشا ديال الذره. هادو جوج الاشياء خصنا نغربلوهم ضروري ونعاودو باش ما كيبقالناش فيهم ديك ما كيديرولناش ديك يتقوقوا هكا. صافي هنا غندمج مزيان في البارد، يعني في الحليب بارد فوق سطح العمل. ونرجعو فوق النار. صافي هنا تندمج ديك الكاكاو مزيان باش ما كيعذبنيش في الخدمه. ملي كنديرو فوق النار دغيا كيجمع راسو. هنايا الصراحه بغيتو ديروا شويه القهوه سريعه الذوبان ديروها اللي بغى النكهه ديال القهوه، ولكن انا فضلت يكون ديك النكهه ديال الشوكولاته تكون مجهده وخارجه. انا بغيت ديك النكهه الشوكولاته الصراحه الواحد كيتوحشها كيبغي يديرها كتجينا زوينه، كتجي زوينه الصراحه. صافي هنا غندورها فوق النار ويدي فيها غير تطلع فيها شويه الغاليه ولا تطلع فيها الغاليه الاولى بحال هكا. غنجيب الحبيبات ديال الشوكولاته كيف ما شفتوا معايا. هذا النوع هذا حتى هو نوع جيد ونوع زوين الصراحه للطورطات. صافي غنحطو ما حد ديك الخليط ديالي سخون، غنبقى نخلط ندوز يدي حتى كيذوب ديك الشوكولاط ديالي. ديك الحبيبات الشوكولاط كيذوبوا في ديك لاصوص اللي مصوباها بالحليب والكاكاو. صافي وكيعطينا حتى ديك اللمعان. ما كنحتاجوش نديرو الزيت ولا نديرو شي حاجه، يعني كيعطينا واحد اللمعان زوينه ما كدير فيها لا زبده لا والو، غير ديك الشوكولاط راه كافي. صافي ما حده سخونه قبل ما الا بردت يعني غتشد في راسها. كنخويها في ديك الفراغ الوسطاني ديال الكيك ديالي. كنهبط ديك لاصوص كامله راه دغيا كتشد في راسها. نخليوها تبرد على سطح العمل وعاد نديروها في الثلاجه الا بغيتوها بارده بزاف. صافي هنايا تشد في راسها دغيا. بالنسبه لطريقه التزيين زينوها باش ما بغيتو بالشوكولاط كحل ولا نجرو الشوكولاط وديروه. انا توفرت على ديك الحبيبات هكا ديال الشوكولاط بيضين كحلين صفرين يعني ديال منوعين. صافي هنا بهم غنزين بها الحبيبات الشوكولاط فيهم يعني اللون ديال الكيكه ديالي ولا ديال الطورطه. غندير شويه مع الجناب الوسط غندير ديك الشوكولاط الصفر. صافي وكتجي الصراحه رائعه لا شكلا ولا مذاقا. البنات جربوها، شي حاجه اللي كتجي واعره بالصحه والراحه. نتمنى البنات تجربوها. نتمنى اللي شاف هذا الفيديو الله يحفظكم، دعموني بديك اللايك والاشتراك. وهذا هو الفيديو د هذا النهار. الى فيديو اخر ان شاء الله. وشكرا بزاف من القلب. خليكم تكملوا معايا هكا الطريقه ديال التزيين اللي سهله وبسيطه واقتصاديه.